هلو يا بنات، فاكرين النص مكعب اللي انا قلت لكم اللي انا هشيله عشان عايزاه لوصفه تانية؟ جه وقته دلوقتي وهنعمل الوصفه التانية مع بعض. النص مكعب ده هبشره كويس جدا، بس انا عايزه البشر اللي هو صغير، يعني باي مبشره عندك فتحتها صغيره تبداي ان انت تبشروا بيه نص مكعب. عايزه نوع زيت اويل تكوني بتستخدميه، اي نوع زيوت زي اللي انت شايفاه ده. وبعد كده هجيب حمام، هعمل له حمام ميه. يعني جبت ميه سخنه حطيتها في بوله، وبعد كده حطيت اللي انا بشرته ده في طبق، مش على الميه، يعني مش في الميه السخنه، لا، حطيت الطبق نفسه على الميه السخنه زي ما انتم شايفين كده. وهبدا اعمل له حمام ميه عشان انا عايزاها تسيح. وبعد كده هتشوفوا هنعمل ايه مع بعض. انا مش قادره اقول لكم على الوصفه دي وجمالها، احنا ماشيين مع بعض خطوه بخطوه، وانتوا بجد هتدعوا لي. البنات اللي بيبقى عندها ريحة عرق صعبة شوية، أو بتستخدم حاجات كتير مش جايبة معاها نتيجة، أو يعني حاسة إن في ريحة مش لطيفة، هقولك هتعملي إيه. بصوا، أنا الأول سيحت المكعب، وبعد كده هجيب الزيت الأويل، بس أنا عايزة نص، آه عايزة نص إزازة بس، مش عايزة إزازة كاملة، نص إزازة بس. وتبدأي إن انتي تنزلي نص المكعب اللي احنا سيحناه ده، أو اللي احنا عملنا له حمام بخار، تبدأي تحطيه في الإزازة. وبعد كده تبدأي ان انتي تستخدميه. جسمك يكون مندي، دي أهم حاجة، بعد كل شاور وتدهني بيه جسمك. يا لهوي على الجمال والحلويات وريحتك اللي هتبقى مفحفحه في البيت. والله العظيم مش قادره، مش شرط اللي هو المسك الرمان اللي احنا بنشوفه، او اي شرط، لا، اي نوع مسك ريحته لطيفه استخدميه. نص مسك، اللي هو قالب المسك بشرته، وبعد كده عملت له حمام بخار، بعد كده حطيته على الزيت. طيب في بنات هتقولي ان هو يعني هيجمد او لا مش هيجمد خالص، انت بس مهم جدا ان انت ترجيه. رجيه كويس، هيفك معاكي، لان احنا عاملين له حمام بخار، فهيفك معاكي صدقيني، وهيديكي نتيجه حلوه. لو مش عايزه تحطيه في الازازه دي، في اي ازازه تانية مثلا تكون بغطا، اهم حاجه تكون بغطا، وتبداي تاخدي بيها على جسمك، يعني تبقى كانك ادهني بقى جسمك كله. وادعولي. دي تعمليها مرتين في الاسبوع، انا عايزه اقولك مش اكتر من كده، يعني تدهني بيها جسمك. هتفتح لك جسمك، هوريكي اللمعه اللي هتبقى في جسمك عامله ازاي. ده غير الريحه، القمر اللي انت هتبقي فيها. زي ما انا بورياكوا كده، مش هتجمد معاكي، شايفين؟ مش مجمده خالص، ولا هتجمد في القعر. وعايزه اقول لكم ان انا بستخدمها لغايه دلوقتي. انا مصوره لكم الفيديو ده بقاله شويه، بس عايزه اقول لكم تحفه، ما بستغناش عنها، بتخلي ريحتك كده فله فله يعني بجد. ومش ريحه اللي هي شديده، لا، بتحسي ريحتك، عارفين ريحه النظافه بتبقي كده بالظبط، مفيش لا ريحه عرق شديده ولا الكلام ده كله، ولا في اي ريحه نفاذه ولا الكلام ده. هتدهني جسمك يبقى مندي، وتدهني بقى، تدهني جسمك كله. بصوا، تقدري ان انت تدهني لاي منطقه في جسمك عادي خالص. بس زي ما احنا متفقين، جسمي مندي، ابدا اخد كده، وبعد كده ادهن جسمي بيه. ريحته فظيعه بجد يا بنات، مش قادره اقول لكم على الجمال. البختك رايحه فين؟ فين اللايك والشير؟ لو انت شفت الفيديو للاخر ما تنسيش تعمل لايك وشير للفيديو، واعملي منشن لصاحبتك وخليها تيجي تشوف الوصفه اللي هتخلي ريحتها فواحه.